قصة الندوة. انعقدت الندوة الثقافية داخل المكتبة العريقة في موعدها، واحتشد المبدعون ملء القاعة. قدمت مديرة الندوة الكاتب الشاب الذي انضم حديثا. بدأ القاص في سرد أحداث قصة حزينة عن رجل يتمنى الخلاص من روحه التالفة. بدأ عليه التأثر كأنما يحكي عن نفسه، ثم فجأة انهال على القصة تقطيعا وتمزيقا، وظل يرمق الحضور بنظرات حائرة ووجه محتقن، ثم قال: أي قصص نكتب وأي ترهات نقرأ، لقد سئمت تلك الأفكار تعبث بعقلي. أبطال القصص ينعمون بحياة مفعمة بالرغبات والنزاعات، وحياتي أنا جامدة بين الأوراق والأحبار والجدران الباردة. قديما كنت أظن الحياة قصة كتبت من أجلي، وقيثارة أداعب أوتارها بقلمي، وإذا بي أصير مجرد دمية بلهاء تلهو بها الأقدار. عقلي ينبش في الماضي ويقارع الحاضر والمستقبل، فحين أراني دودة أرض تهيم داخل سرداب مظلم، ثم بفعل سائل سحري أصير عملاقا لأطأ الجبال بقدمي، وحين أشعر أني لست سوى حشرة متطفلة تستعمر فراء أحد القطط، ثم أعود وأدرك أني أعيش داخل قصة، وهناك كاتب ما يكتبني. أنتم لا تعرفون قسوة التمزق بين العوالم والأزمان، لا تعرفون هذا النوع من الألم. ليت عقلي يهدأ، ليت كل شيء يتلاشى إلى الأبد. يخرج القاص بعد أن رمقهم جميعا بنظرة عدائية أثارت فيهم شيئا من الخوف. مديرة الندوة تعتذر عما بدر من القاص، وتنتقل إلى فقرة الشعر سريعا. يلقي الشاعر أبياتا حماسية بصوت جهير ولغة رصينة، ولكنه سرعان ما توقف، ثم أطاح بالقصيدة في الهواء قائلا: أنا لن أقرأ هذا الهراء. ما فائدة تلك الكلمات العابثة؟ نجوم وبحار وشجر وطيور وعشق وكذا وكذا، كله هراء. إني أحببت الحياة وطارحتها شعرا ونثرا، وحشدت من أجلها الطير والأشجار والوديان والأنهار والمروج، أسوقهم جميعا فوق صفحة ورقة بيضاء، أحيل من أجلها الرمال تبرا والبحر لجين، وصنعت من النجوم عقدا ومن الجبال ربوات تأمل. وبعد كل هذا لم ألق منها غير نوائب دهر لئيمة وكهولة ووهن جسد وانزواء. كلما حاولت مداعبتها ممسكا بالقلم لأخط حروف عشقي، تغشاني نوبات ظلام تمحق أصوات الهمس في رأسي. الكلمات تنسال من عقلي كخيط ممشوج يلتف حول عنقي يخنقني. أغدو شارد الفكر لأعود منهك العقل في الصحراء. أنا أرفض تلك الحياة الجاحدة، وأشعر إني أغوص في قاع سحيقة، إني أغوص. يخرج الشاعر ويسود القلق جنبات القاع، وبالأخص لدى الكاتب الشاب، وينهض الناقد قائلا: إني أعمل في النقد طيلة 30 سنة، وكثيرا ما تساءلت: هل سيأتي اليوم الذي يثور فيه الإنسان على نفسه ويبصر حقيقته، أم سنظل نخدع أنفسنا طيلة العمر بكلمات الزيف في تلك الندوات التافهة؟ هذا اليوم يأتي مرة واحدة كل 100 عام، وقدرنا أن نحضر تلك اللحظة التي تضاء فيها شعلة الحقيقة. تمنيت عمري كله أن أقول كلمة الحق، ولكني كنت أعود وأكتب النقد الذي لا يغضب أحدا. اليوم لن أقول غير أنكم أناس لا تستحقون إلا الشفقة. الأدباء قديما كانوا يقارعون أشد الأعداء من معتقدات زائفة ومذاهب مصطنعة
وبدع وخرافات، ويجودون بأنفسهم دفاعا عن الحقيقة، لكني أجد الآن الشاعر جن جنونه، والقاص تائه بين شخوصه، وتقاعس الفرسان عن معركة البقاء، ولم تعد هناك فائدة من النقد. إني أعلن انسحابي من الندوة لأتأمل الحياة من جديد. يخرج الناقد، وتقول مديرة الندوة: الحقيقة ليست كما قالوا، إنهم جبناء. تنافد وتقول: كم أحببت الندوة، وعشقت الإحساس بالمغامرة والغموض والعبث مع الحياة ودروبها. كنت أظن طباعكم قويمة ونفوسكم طاهرة، لكني أدركت اليوم فقط كذبكم وحقيقتكم العابسة. تغادر الفتاة القهوة وهي تجهش بالبكاء، وتلاها عدد من الحضور. يدخل الحارس وهو منزعج ويصرخ فيهم: أنجدونا! أحدهم اقتحم المكتبة ويريد إحراقها. تنقطع الكهرباء ويسود الظلام، ونسمع صراخا وفرقعة وعدوا، ثم يصمت كل شيء فجأة، ويعود النور لنجد الندوة منعقدة بكامل أعضائها مرة أخرى، عدا الكاتب الشاب الذي كان يقبع أسفل المنضدة. تخبره مديرة الندوة وهي مبتسمة أن ما حدث كان عملا مسرحيا لا علاقة له بالواقع. فقال معترضا: لكني أظن أن ما حدث حقيقة وليس خيالا. قالت المديرة: وما ظنك بالفارق بين الحقيقة والخيال؟